السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. معكم فاطمه زراف على كيتشن فاتي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين باحسن الاحوال. وإلا كنتو بحالي من عشاق الكيك بالشوكولا، كيك خرافي كيجي معلق من داخل مشكلط بمكونات بسيطه بطريقه مغايره على الطريقه اللي حنا كنخدموا بها الكيك بالشوكولا، بواحد الصوص اللي كيعطيه واحد اللذه رائعه وكيعطيه واحد التعليكه من داخل، ما كيجيش ناشف بهذا الشكل هذا. كتشوفوا ما شاء الله كيجي بحال شكل البراونيز، وهو بطبيعه الحال راه كيك عادي بمكونات متوفره في كل بيت، ما فيش كثرة يعني التعقيدات. بسم الله والصلاه على النبي. دوزو باش نشارك معكم الوصفه ديالنا. خديت كاسرونه وضعت فيها واحد كاس لارو ديال الماء، نص كاس ديال السنيده، وواحد المعلقه صغيره اولا ساشي ديال قهوه سريعه الذوبان، نصف كاس ديال زيت المائده، 3 ديال الاظرفه اولا الساشيات ديال الكاكاو او اللي يمكن لكم تعوضوهم، 3 ديال المعالق الا كان عندكم ديال العبار. غير هو خذوا نوعيه اللي تكون زوينه اللي يكون اللون ديالها فاتح. 2 معالق من الزبده اللي تكون نوعيه جيده باش هكا تعطيكم واحد المذاق اللي هو مميز في الكيك ديالكم. كنوضع الكاسرونه فوق النار على نار هادئه مع التحريك المستمر حتى كتذوب معايا داك الزبده وكيغلي داك الخليط ديالي. ويعني ملي كيغلي كيبان لكم نوعا ما بدا كيختل مباشره، غادي تزولوه فوق النار وتخليوه حتى كيبرد تماما. ملي كيذوبوا داك العناصر كيبان لكم واحد الصوص اللي هو خطير، اللي كيجي لامع وكيجي القوام ديالو كريمي. بالنسبه للبنات اللي يسولوني على المده اللي خليته فوق النار، بمجرد ما كطلع فيه الغليه واحد الغليه ولا جوج يعني كنطفي عليه النار، ما تخليوش مده طويله باش ما يتقلش معكم بزاف. كنضيف واحد 15 قطعه ديال الشوكولاته عاديه، اي نوع الشوكولاته. كيف يمكن لكم تستعملوا شوكولاته نوعيه جيده، تستعملوا واحد 60 ولا 70 غرام، كيبقى لكم الاختيار على حسب المتوفر. بهذه الطريقه هذه اللي انا خدمت معكم كيجي المذاق ديالو رائع، وكيجي داك المذاق ديال الشوكولا غالب، خصوصا اننا ضفنا في الاول قهوه سريعه الذوبان كتعزز داك النكهه ديال الشوكولاته. من بعد ما كيذوب معايا داك الشوكولا في داك الصوص، غادي نخليه جانبا حتى كيدفى واحد شويه وعاد غادي نخدم به. من بعد كناخذ زلافه كنوضع فيها 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا واخدين درجه حراره المطبخ، نصف كاس ديال السكر سنيده وطبيعه الحال العبر كله بالكاس ديال العنبه، واحد القبيصه ديال الملح، واحد القليل من الفانيلا. وغادي نضربهم مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون نوعا ما ثقيل، اللون ديالو فاتح هكا، باش كنحصلوا على واحد الكيك اللي كيجي خفيف وكيجي مهوي. ومباشره بعد ما يطلع معايا هذا الخليط ديال البيض مع السكر ويدير اللون ديالو فاتح بهذا الشكل هذا وثقيل نوعا ما، غادي نبدا نضيف لذاك الصوص اللي انا خدمت معكم في الاول. غير هو ما تخدموش به سخون، خليوه يدفى واحد شويه، يكون نوعا ما باردش بزاف وفي نفس الوقت ما سخونش بزاف. وهنا كنحاول نوريه لكم، كتشوفوا ما شاء الله كيكون لامع وكيكون زوين وكيكون خاتر. كنضيف الخليط ديالي على 2 ديال الدفعات. ضفت الدفعه الاولى اللي هو النصف، وكنواصل التخلاط ديالي بالطراب الكهربائي. غير هو هنا درت السرعه اللي كانت شويه متوسطه، ما درتش السرعه اللي كتكون عاليه. غير بمجرد ما كيندمجوا مع بعضياتهم وغادي نضيف الكميه المتبقيه من داك الصوص اللي انا خدمت معكم، وكنواصل التطراب ديالي بالطريقه العاديه حتى كينسجموا داك العناصر مع بعضياتهم. وما كنبالغوش في الخفق ديالو، لان غير بمجرد ما ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. السر ديالها هو داك التطراب ديال داك البيض اللي حنا خدمناه جيدا في الاول، باش هكا يعطينا واحد الخليط اللي هو مهوي. من بعد كنضيف واحد العلبه ديال الديسير ديال الكراميل، اي نوع عندكم متوفر كتستعملوه. وكنواصل التطراب بمجرد ما كينسجموا مباشره غادي نضيفوا النواشف. بالنسبه للنواشف عندي 180 غرام ديال الدقيق وجوج ساشيات ديال الخمام من فئه 8 غرام، يعني المجموع ديالهم هو 16 غرام. بالنسبه لعباره الكاس هذه نوريه لكم، هنا عندي الكاس الاول ديال الدقيق والكاس الثاني كيكون نقص منه واحد الاسبوع، لان الكاس ديال الدقيق كيكون عندنا فيه 100 غرام، يعني الكاس الثاني بما ان فيه 80 غرام، بحال اللي كنقسموه على 5 ديال المرات. كنزولوا الجزء الخامس واربعه الاجزاء هما اللي كنضيفوا بالنسبه للسيدات اللي بغاو العبار بالكاس ديال العنبه. كيف شفتوا هنايا ضروري خاصكم تغربلوا الدقيق، هذا هو سر من اسرار نجاح الكيك. اي نوع ديال الكيك خاصكم تغربلوا الدقيق ديالكم. غادي نضيف الكاس الثاني كيف شفتوا هنا نقص منه واحد الاسبوع، يعني نقسم على 5. الجزء الخامس هو اللي زولت كنديروه في الصفايه باش هكا كيتغربل. ومباشره غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخماره من فئه 100 غرام، يعني مجموع ديال 16 ديال الغرام. وهادو هما المكونات. في هذه الاثناء هذه انا كنت شاعله الفران كيسخن، وخديت المول ديالي دهنته بالقليل من الزبده ورشيت عليه واحد الكميه من الدقيق والكاكاو، باش هكا كيف كتعرفوا الكيكه عندنا بالكاكاو باش ما يجيوش الجوانب ديالها بويض.
غادي نخلط باقي المكونات كيف كتشوفوا غير بفوي. بمجرد ما كينسجموا فقط ها الخليط عندنا واجد. خليط ما شاء الله وانتم كتخدموه واحد الريحه فيه رائعه، داك المزيج ما بين الشوكولا مع القهوه. وحتى القوام ديالو كي كتشوفوا ما شاء الله كيجي نوعا ما خفيف وفي نفس الوقت كيجي لامع. غادي ناخذ القالب د الحلوى اللي انا غادي نخدم، وهنايا القياس ديالو غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مع المكونات. كندير الخليط ديالي من بعد ما دهنته كيف شفتوا بالدقيق بالزبده عفوا، وشيت عليه واحد الكميه من الدقيق مع الكاكاو. والوجه كتزينوه باش ما بغيتو اللي عندكم متوفر في المكسرات كتزينوا به. انا هنا خديت واحد الكميه من لوز ايفيلي وغادي ندير القليل من البيبيت شوكولا. يمكن لكم ديروا كركاع كاجو شويه الزبيب اللي عندكم واللي نتوما كيفضلوه الوليدات ديالكم. انا اكتفيت باللوز ايفيلي مع البيبيت شوكولا وغادي ندخلو الفران. كنشعل العافيه من التحت فقط على نار تكون مهيله الا كان بالنسبه للفرن الغاز بحال اللي كنطيبوا الكيك ديالنا العادي. الا كان الفرن الكهربائي على 180 درجه تقريبا انا خدام معايا واحد 35 دقيقه كان الكيك عندي واجد. يعني كيبان لكم ملي كيبان لكم نشف دخلوا فيه واحد العويد ديال السنان او العود ديال الشوا. الا طلع ناشف راه الكيك ديالكم واجد. حاولوا ما تخليوش واحد المده طويله في الفران باش ما ينشفش معكم. هنا راه مازال عندي ساخن، غادي نديمو ليه وغادي نديرو في الطبق ديال التقديم وغادي نزينو بواحد القليل من الصوص ديال الكراميل. والتزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوه بشوكولا بيضاء اللي عندكم متوفر، اولا خذوا هكا ديسير ديال دانيت والكراميل وزينوا به الوجه. كيجي هكا تزيين ساهل بسيط، وفي نفس الوقت كنحاولوا نكسروا داك اللون ديال الشوكولا باش كيعطي واحد المزيج بين الالوان. وانا الكيك راه عندي مازال ساخن. غادي نقطع لكم الوسط باش تشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي. ما شاء الله كيجي رائع لا شكلا ولا مذاقا، وخصوصا ملي كيبرد او لا كيبات كتولي فيه واحد التعليكه اللي خطيره ما تفرقوش بينه وبين البراونيز. كيف كتشوفوا كيك اللي ساهل بسيط بمكونات بسيطه، وتا الطريقه ديال العمل ديالو جد سهله حتى بالنسبه للسيدات المبتدئات. انا متاكده الا وجدتوه لوليداتكم او للضيوف ديالكم ما تبقى منه حتى قطعه، لان بالفعل كيجي هائل وكيجي رائع. من تقطيعه راه كيبان لكم الخفه ديالو كيجي كيذوب ذوبان في الفم. وهنايا كنحاول نوري لكم الوسط ديالو كتشوفوا ما شاء الله كيجي معلك ما كيجيش ناشف. وهنا للتذكير مازال عندي سخون، ملي برد كيعطي واحد التعليكه خطيره، وحتى الشكل ديالو كيزيد يتعلق من الداخل بحال البراونيز. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم تكون نازله الاستحسان ديالكم وتجربوها. شاركوا الوصفه مع العائله ومع الاصدقاء، ما تخليوهاش توقف عندكم. كنت في انتظار ان شاء الله تعليقاتكم وارائكم والدعم ديالكم للفيديو. نتلاقاو في وصفات قديمه واقتراحات قديمه، والى اللقاء.